الميزان العالية في لعبة كمال الأجسام ورفع الأثقال بتعمل حاجة خطيرة جدا اسمها انفجار الأوعية الدموية. الكلام ده بيحصل في الأوعية الدموية الضعيفة، غالبا بيحصل في العين وفي المناخير. تعال نشوف مع بعض الفيديو ده وهقول لك تعمل إيه بعدها. طب يا شباب، ناس كتير بتسألني هي عيني مالها او ايه اللي في عيني ده. ده بسبب الديد ليفت والسكواتس باوزان تقيله جدا. الحمد لله طبعا على كل شيء، هي كده هديت اكتر بكتير. الحمد لله مش مؤثره على النظر في اي حاجه، شايف عادي تمام كل حاجه، هي بس منظر شكلها كده بس مش اكتر، وهي هتروح ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي باذن الله. ده بس بسبب ان انا بشيل اوزان كتيره وضخ الدم في جسمي بيبقى كتير شويتين. فاللي حصل ان الخلايا اللي حوالين العين دي بس حصل فيها التدمر، بس الحمد لله هي دلوقتي احسن بكتير، وان شاء الله خلال الاسبوع الجاي تروح. وشكرا على كل الناس اللي مهتمه وكل الناس اللي سالت، بس الحمد لله انا ما فيش حاجه في نظري الحمد لله. اللي أنت شفته ده انفجار في الأوعية الدموية نتيجة الأوزان العالية خلاص كده في لعبة كمال الأجسام ورفع الأثقال. بتحصل في الاتنين دول تحديدا لأن بعض التمارين زي السكوات وزي الديد ليفت وزي تمارين الدفع اللي بيكون فيها عملية دفع كبيرة جدا بوزن عالي، وانت بتحزق او بتكتم نفسك جسمك بيكون عايز يفيصل نفسه، فما بيكونش فيه منفذ، فبالتالي بيحصل انفجار في الاوعيه الدمويه الضعيفه. فهنا جت في العين والاثر كان عامل ازاي. الملحميه هنا ممكن تتضر بعد مره واثنين وثلاثه وتكرار نفس العمليه، فهتلاقي عندك ضرر كبير جدا في عينك لو الموضوع ده اتكرر اكتر من مره. في بعض الاوقات للاعيبه رفع الاثقال الموضوع بيحصل نزيف في المناخير، فتلاقي مناخيره بتجيب دم وهو بيرفع وزن عالي، ده برضه نتيجه انفجار في الاوعيه الدمويه اثناء عمليه الدفع. الكلام ده بيحصل بشكل متكرر. المشكله فين؟ المشكله ان عمليه الدفع بتتطلب منك انك تحزق جامد قوي عشان تعمل عمليه بوش في الوقت اللي انت بتكتم فيه نفسك ده، عشان تبدا تسحب سحبه كامله او تعمل عمليه بوش عاليه. فيصت لنفسك او اتنفست نص نفس بس هيخليك تفقد السيطره على الوزن. فهنا اللعيبه اللي بيعملوا سناتش واحده من لعيبه رفع الاثقال في تحدي مثلا معين بيخليهم مجبرين ان هم يكتموا نفسهم عشان خاطر يعملوا رفعه مظبوطه. الكلام ده في لعبتنا مش مطلوب. انت في لعبه كمال الاجسام في النهايه بتجيب تكرار بوزن مناسب ليك علشان توصل لفشل عضلي وتقدر تعمل تكنيك مظبوط. لو انت خرجت بره الاطار ده وقعدت تزق اوزان عاليه جدا، كده كده بيحصل برضه فشل عضلي، بس معاها هيحصل لك شويه مشاكل زي اصابات في المفاصل او زي انفجار في الاوعيه الدمويه او كل الكلام ده. فعشان كده لعبه كمال الاجسام مش مطلوب منك انك توصل للليفل ده من تحدي الاوزان او من الاوزان العاليه. في لعبه رفع الاثقال ممكن تبقى مضطر وانت على المسرح انك تعمل ده عشان تكسر وزن معين وعلى اساسه تاخد ميداليه. فعشان كده الفرق كبير جدا بين الاثنين. خدوا بالكم من القصه دي لانها قصه مؤذيه جدا.